يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين على الناس المسكرين اللي بيتابعوني. هنشوف فيديو شقة العروسة وازاي رصيناها. الذوق كان بصراحة في منتهى الشيك. ذوق بقى الدكاترة بقى انتوا عارفين. طبعا كل الناس ذوقها حلو، المصريين عامة ذوقهم حلو. ربنا يا رب يسعد عروستنا ويهنيها بكل حاجتها هي وعريسها. هنا كان السفرة بالبوفيه. العروسة هنا مش كانت عاملة نيش، بصراحة فكرتها عجبتني قوي. وكانت عامله نيش كده صغير حلو كده في المطبخ بالطول. هوريهولكوا دلوقتي وكده. وهنا كان بقى اللي بصوا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عقبال اولادكم كده جميعا. الذوق تحفه حقيقي. ذوق العروسه جميل جدا جدا جدا، والعريس في كل حاجه. وحاجة كده بسيطة وشيك ومش في كده أفوارة في الجهاز ولا في المكان ولا كل الكلام ده. حقيقي الشياكة في البساطة. هنا كانت الجزامة. حطيت لها بقى الخروج والكوتشيات واللي هنا البيتي. ومش تنسوا كده اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنا بقى كان البوفيه تحت كده. حطيت الصيني، طقم العشاء. وهنا كده كان طقم بوهيمي بالقارورة بتاعته. وكمان طقم جيلي بالكاسات. وطقم قهوة بالفناجين. بسم الله ما شاء الله تحفة. ذوقها كان حلو حقيقي يعني. في حاجات كده بتلمس الواحد وهو برص الحاجة. ده هنا كان الصيني. تحت كده برضو بقيت الأطباق بتاعته. شكله كان جميل جدا جدا، الأبيض في الذهبي ده. هنا بقى الأدراج حطيت لها فيها بقية الطقم. برضو رصتها رصة حلوة كده زي ما انتوا شايفين. يعني مش معنى كده اللي احنا الادراج نحطها كده وخلاص، لأ. ده كان بقية طقم الأركوبال. وده كمان كان البولات وعلبة المناديل وطقم الشموع. هنا كمان كان في ركنة كده، اللي هي الكنبة دي. هنا كانت الطرقة اللي مودية بقى للغرف، غرف النوم. والمطبخ هنا كان المطبخ. بسم الله ما شاء الله دخلته كانت جميلة. هنا كانت غسالة الأطباق. وهنا المطبخ كان للسقف، كان ألمونتال. وده هنا النيش الصغير اللي أنا قلت لحضراتكم عليه. والمطبخ أنا نزلت الفيديو بتاعه كامل الفيديو اللي فات، وهسيب لكم برضو اللينك كده في التعليقات. هنا غرفة النوم. بسم الله ما شاء الله كانت جميلة. كان منها دولاب ومنها دريسنج. يعني ايه، حلوة بصراحة، ذوقها كان جميل. وكان فيها حاجة حلوة خالص، ميزة الإضاءة بتاعتها باللمس يعني بالحراري. يعني الواحد يعدي كده من قدام الدولاب النور يشتغل، بعدتي عن الدولاب النور يطفي. نكهة التسريحة وأدوات التجميل والعطور. وهنا بقى الفرش وبقية الأدوات الشخصية والتوك. كانت جايبة حقيقي منظمات للحاجات اللي زي دي. وهنا بقى الإكسسوارات. هنا السرير المفرش بصراحة كان حلو خالص، والخامة بتاعته جميلة وعملية غير الستان كمان. يعني الستان تحسوه اللي هو منظر كده، لكن لا بصراحة جميلة. وكان كل أوضة فيها مراية زي دي كده. حتى غرفة الأطفال هتشوفوها دلوقتي. هنا بقى الهدوم الشتوي كلها والمفارش. بقول لكم العروسة ذوقها جميل وبسيط. وبحب انا العرايس اللي ذوقها حلو كده. ومش في بقى اللي هي الحاجات الكتيرة الأوفر اللي ملهاش لازمة ونرجع نحط تحت السرير وفوق الدولاب والكلام ده كله. ليه؟ لان كل يوم بيطلع موضة جديدة وحاجات جديدة، فلاقي الافوره في الجهاز وكده. بصراحة يعني ايه، ده اكتر حاجة عجبتني في الموضوع. وده هنا الفوط اللي هو الاستخدام. هنا بقى اطقم الخروج كلها والكاشات وكده. بس انا يعني ايه، شديت الشماعات شوية عشان الكاشات ما تظهرش وكده. هنا حتى الادراج هنا تحت برضو اللي هو البلوفرات وبقية الشنط. ده بقى سيبنا لحاجة العريس.
والضلفة دي برضو سيبناها للعريس. هنا بقى كان السجاد، وهنا الباف ده كمان كنا حاطين فيه حاجات. بصراحة ذوق الأوضة جميل، بسم الله ما شاء الله. وهنا كان النجف. لو انت مكملة الفيديو ولسه معايا، بعتيلي حبايبك او اصحابك على الواتس وعلى الخاص عشان يشوفوا اللي ناقصهم، وكلنا نتعلم من بعض ونشوف الاذواق. هنا بقى غرفة النوم الاطفال. هنا كان الدولاب 3 ضلف. هنا بقى كانت الدفايات واللحفة الفايبر. رصتهم لها بالشكل ده كده، طبعا مع شغل الورد والستان الحاجات دي يعني بتظهر. هنا بقيت بقى الفوط ومفرش السرير. ودفايات فوق كده، طبعا زي انت اللي هو الدانتيلا. وعقبال اولادكم كده جميعا. مش تنسوا بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وقولوا لي رأيكم ايه بقى. عقبال اولادكم جميعا.